أخبار يوم السبت مهمة وقصيرة. يجري العمل على مشروعين لإنشاء الطرق في القطعة السابعة من شارع أحمد شبابة منى. تم توزيع الأسمدة الكيماوية على 600 مزارع في ولاية بكتيا. التقى المساعد المهني لوزارة شؤون اللاجئين السيد مولوي عبد الرحمن راشد برئيس مكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيد ليونارد زولو في كابول، وناقش الخطط والأنشطة المشتركة للوكالتين. بدأت امتحانات الفصل الشتوي للمراكز التعليمية في المناطق الساخنة. تم تحصيل ما يقرب من 12 مليون أفغاني عائدات من توزيع بطاقات الهوية الإلكترونية في مقاطعة هلمند، وتم تسليمها إلى خزينة الإمارة. عثرت إدارة مكافحة المخدرات على 22 ألف لتر من الكحول في مدينة كابول وصادرتها. وزارة المالية تعلن تفعيل مركز الاتصال بالإدارة العامة للجمارك. ألقت شرطة مكافحة المخدرات القبض على 12 شخصا في عدة عمليات منفصلة في مقاطعات لغمان وتخار وكابيسة فيما يتعلق بنقل وبيع المخدرات. بدأت وزارة شؤون الشهداء والمعاقين سلسلة من المساعدات النقدية الشهرية للأيتام والمعاقين في الإمارة الإسلامية، وكذلك المعاقين العسكريين والأيتام المتبقين من جنود الإدارة السابقة. قد سجلت حتى الآن 500 ألف شخص، وقدمت مساعدات نقدية وبدل شهري ل350 ألف شخص. قامت المحكمة بعقاب تعزيري في مقاطعة خوست على 9 مجرمين. تحاول إمارة أفغانستان الإسلامية إيجاد أسواق محلية وأجنبية للمنتجات الأفغانية.